طيب نعمل اول حاجه سي بي سي كده علشان نعرف نسبه الهيموجلوبين اللي موجوده كام، ونعرف هنديله حديد قد ايه وايه نوع الحديد اللي هنديهوله. فمهم جدا اي حاله انيميا ان انت تعمل لها سي بي سي، تطلب منها تحليل صوره دم. طيب علشان تقول انها انيميا هتبص على الهيموجلوبين. تحليل صوره الدم بيبقى فيه مكتوب كده الهيموجلوبين والتركيز بتاعه. الطبيعي ان هو في الرجاله يبقى فوق 13 وفي الحريم يبقى فوق 12. طيب لو انت لقيته اقل من 12 لا يبقى ده كده انيميا. خلاص يبقى احنا كده شخصنا ان الشخص ده فعلا عنده انيميا. طيب تاني حاجه هتبص عليها في التحليل هو ان انت عايز تعرف نوع الانيميا دي ايه. فهتبص على حجم كرات الدم، يعني كرة الدم الحمراء دي هتبص على نوعها. هل هي صغيره فهنقول مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، يعني الانيميا كرات الدم بتاعتها صغيره كده والهيموجلوبين صغير في الكرة. او ماكروسيتيك انيميا اللي هو اسمها انيميا الخبيثه. لو لقينا الام سي في اللي هو المين كورباسكولار فوليوم، الام سي في اللي هو اللي تحت ده، لو لقيناه اقل من 80 فيمتو لتر. عايزين بس نعرف يعني ايه الام سي في ده. هو المين كورباسكولار فوليوم يعني ايه؟ يعني متوسط حجم خليه او كرة الدم الحمراء. هي اسمها كرة مش خلية لان ما فيهاش نواة، دي يعني معلومة على الماشي كده. المين كورباسكولار فوليوم او متوسط حجم الخلية المفروض ان هو بيكون من 78 او من 80 لحد 100، من 80 ل 100 فيمتو لتر. تمام، ده حجم كرة الدم. طب لو هي اقل من 80 يبقى معنى كده ان كرة الدم صغيرة. او المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، متوسط تركيز الهيموجلوبين في كرة الدم الحمراء. الطبيعي ان هو يبقى تلت الكرة. يعني انت كده لو جبت كرة الدم الحمراء تلاقي تركيز الهيموجلوبين فيها او الهيموجلوبين جواها بيمثل تلتها، يعني تلتها كده تلاقيه غامق والتلتين تلاقيه فاتح شوية. فلو لقيت المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن اقل من 30 يبقى معنى كده ان دي مايكروسيتيك هايبوكروميك، الخليه صغيره وكمان التركيز الهيموجلوبين قليل، فبالتالي هي فاتحه، تلاقي الار بي سيز كده فاتح او الدم نفسه فاتح. يبقى دي ايرون ديفيشنسي انيميا، لان اشهر سبب للمايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا هي الايرون ديفيشنسي انيميا. انيميا نقص الحديد، مفيش حديد كفايه وبالتالي الكرات صغيره متصنعه وعددها كويس اللي هو 5 مليون زي ما هم، ولكن العدد صغير والهيموجلوبين اللي موجود في كل كره صغير، اللي هو ايه، مشي حالك كده وكل واحد ياخد شويه ومشي حالك. طيب خلاص نبحث بقى عن السبب، نشوف ايه سبب الايرون ديفيشنسي انيميا ده. نقص الحديد ده سببه ايه؟ انا ما باكلش حديد كويس، ولا انا بصنع حديد كتير ومحتاج ان انا حامل مثلا ببني طفل، او انا طفل فمحتاج ابني عظم، ولا انا بفقد مثلا دم في البراز مثلا او في الجي اي تي او ايا كان، او مثلا النزيف بتاع الدوره بتاع كل شهر ده شديد، فانا كل شهر بنزف بكميه كبيره فدخلني في انيميا نقص الحديد. طيب خلاص عرفنا السبب وعالجناه. بعد كده نعمل ايه بقى؟ نستمر على العلاج ده شهر، وبعد الشهر ده نعمل تحليل. لو التحليل كان الهيموجلوبين رفع 1 يبقى كده تمام، احنا عالجنا صح وشخصنا من البدايه صح. علشان كده فعلا الانيميا دي هي ايرون ديفيشنسي انيميا او انيميا نقص الحديد، عشان لما خد العلاج خف وبقى كويس. طيب نعمل ايه بقى بعد كده؟ قال لك هنستمر شهرين ل6 شهور على العلاج ده بعد ما النسبه تتعدل. يعني احنا خلاص دلوقتي احنا فضلنا ماشيين على العلاج لحد لما النسبه اتظبطت وبقت 12 مثلا او 13. طيب نبدا بقى من شهرين ل6 شهور بعد ما النسبه تتظبط علشان نملى المخازن، لان دلوقتي المخازن نفسها بتاعت الحديد فاضيه، فعلشان تتملي محتاجه من شهرين ل6 شهور. تمام. طيب ادي تحليل اهوت صوره دم اهو. هنبص على ايه؟ اللي مهم نبص عليه هو الهيموجلوبين. قال لك الهيموجلوبين هنا 12 تمام كويس نورمال خالص. الام سي في المين كورباسكولار فوليوم كام هنا؟ 96 فيمتو لتر، برضو جميل خالص، هو الطبيعي من 80 ل 100. طيب بعد كده المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن كام؟ 31
و6 احنا قلنا ان هو بيبقى التلت، لو اقل من 30 يبقى كده في مشكله. طيب ده كده حاجه انا جايبها لك نورمال عشان تبقى انت عارف الايه، التحليل الطبيعي بيبقى بالشكل ده. طيب ده تحليل تاني برضو نورمال، الهيموجلوبين 11.5 تمام، الام سي في او المين كورباسكولار فوليوم 96 يعني قليل حاجه بسيطه، 76. هو انا قلت لك الطبيعي من 78، هو هنا يعني الحجم قليل ملي ولا بتاع عادي. الام سي في برضو كويس اهو 33.7 يبقى ده نورمال برضو. طيب نيجي هنا ده تحليل تاني، الهيموجلوبين 10.9 لا ده قليل. الام سي في 68 برضو قليل قوي. طيب الام سي اتش سي 31 يعني كويس. يبقى دي انيميا، ثبتنا ان هي انيميا بان الهيموجلوبين قليل، وعرفنا ان هي مايكروسيتك يعني حجمها صغير بسبب ان الحجم هو صغير، يبقى دي مايكروسيتك انيميا. اشهر حاجه المايكروسيتك انيميا هو الايرن ديفيشنسي انيميا، هنديله ايرن لمده شهر، نعمل التحليل تاني لقينا النسبه رفعت 1 يبقى فعلا دي كانت ايرن ديفيشنسي انيميا والعيان بيستجيب، نبدا بقى مستمرين على العلاج ده لحد لما النسبه تتعدل تمام، ونستمر بعد ما النسبه تتعدل كمان من 2 ل6 شهور علشان نملى المخازن. طيب ده تحليل تاني، الهيموجلوبين 7.8 لا ده قليل قوي تمام. طب الام سي في 104 يعني ده كبير، الام سي في هنا عالي خلي بالك، وفي انيميا، يبقى احنا من الهيموجلوبين لقيناه قليل عرفنا ان في انيميا، بصينا على الام سي في لقيناها كبيره، يبقى دي ماكروسيتك انيميا يعني انيميا كبيره. والماكروسيتك انيميا دي اشهر سبب ليها هو فيتامين بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنسي، نقص الفيتامين بي 12 ونقص فوليك اسيد تمام. طبعا دي مش هتشوفها يعني مش مشهوره قوي يعني. طيب علاج الانيميا بقى ايه؟ علاج الانيميا ان انت هتدي حديد. طيب الحديد اللي هتديه ده هل هتديه مثلا كبسول عن طريق الفم، هل هتديه حقن، ولا هل هتديه مثلا فوار، ولا هتديه في شكل ايه بالظبط؟ والله على حسب صورة الانيميا اللي عندك. لو الهيموجلوبين فوق 10 يعني 10 11 12 فوق 10 يبقى الكبسولات هيتحسن عليها وهتجيب نتيجة كويسة. طيب اقل من 10 من 7 ل10 ولا من 8 ل10 ده لازم ياخد حقن حديد، لان هو هنا في فرق كبير في الهيموجلوبين، عنده نقص في الهيموجلوبين جامد، فلو فضل على الكبسولات ان هو يفضل ياخد كبسولات حديد فده هيحتاج فتره طويله جدا جدا جدا، فلازم ياخد حقن سريعه وهتجيب معاه بسرعه. ممكن نلجأ ان احنا ننقل دم. طب امتى؟ ده لو الهيموجلوبين بقى اقل من 7، اللي هو انت كده خلاص اقل من 7 يعني الشخص لو وصل 5 هيموت، فانت لازم هنا تنقل دم مثلا لحد لما توصله ل9 ولا حاجه، وبعد كده تبدا تكمل على الحقن شويه.